اقول لكم بقى اهم العدد اللي ياما انقذتني على الطريق. بص يا سيدي، اولا طبعا هنبتدي بالعدد الاساسيه اللي هي دايما بتيجي مع السكوتر، زي طبعا المفتاح اللي هو مفتاح 12 و14، والمفك اللي هو الصليبه اللي هو صليبه، وكمان عاده من الناحيه الثانيه. دول كده اللي هي العدد الاساسيه. تمام. عندنا طبعا كمان مفتاح البوجيه، كمان عندنا شكرتون، ده برضو بحتاجه يعني نوعا ما كده في بعض الحاجات. ده طقم كده اسمه طقم ألانكيه كده زوايا. تمام. يعني بينفع مثلا في السناده، بينفع في الاجزاء اللي هي ايه اللي زي ديت. ده بقى طقم زوايا. تمام. مقاسات طبعا مقاس 8 مقاس 10، ودوت بينفع طبعا في السي في تي، طبعا في الشكمان وفي غيره طبعا من اجزاء السكوتر. طيب عايز اقول لكم معلومه بقى بمناسبه العدد. تعالى كده زياد بعد اذنك. بصوا كده يا جماعه، الاثنين دولت هم المفروض ان هم نفس المقاس. حاول لو انت هتشتري عده ان انت تشتري عده ماركه وتكون محمله، علشان لما تيجي تفتح بيها المسمار او تفك بيها المسمار ما يتقطمش معاك، وكمان ما تاكلش الراس. يعني مثلا بصوا الفرق كده بين الاثنين، ديت محمله وديت مش محمله. ديت مع اول استخدام ليها راحت عامله ايه، راحت هي نفسها متاكله وكمان اكلت الراس. فحاول لو انت هتشتري عدد ان انت تنقي طبعا ماركات تكون كويسه وتكون حاجه محمله. طيب بعد كده بقى ديت العده السحريه. بصراحه دي عباره عن يد كده معاها وصله ومعاها لقم. ديت بقى انا بعمل بيها كل حاجه في السكوتر بصراحه. دي بقى يعني بربط بيها مسامير النص، بربط بيها كل السكوتر. العده اللي جايه دي بقى، بصوا يا جماعه، دي عده بقى ايه زي ما انتم شايفين كده، صغيره في الحجم متعدده الاستخدامات، يعني حاجه مالتي كده. هي عباره عن بنز مثلا، وفي كمان كشاف، وبيطلع منها كده ايه يعني كل بقى اللي انت عايزه. طبعا حاجه بتقطع مثلا، فيها طبعا بقى طقم مفكات من جوه. طيب تعالوا بقى اوريكم اخر حاجه بقى. دي بقى ياما انقذتني من على الطريق. طبعا انا مش بقول لك ان هي افضل حل طبعا في الاخرام، لكن انا بقول لك ان هي حل سريع يقدر يلحقك على الطريق لو انت مزنوق. بصوا كده الخابور دوت. ده يا جماعه عباره عن خابور كده نازل جديد. تمام. هو بصراحه مفيد قوي. ده يا دوبك بتحطه في الفرده وبمفك كده صليبه تقدر ان انت ايه تدخله. عايزه اقول لكم البتاع دوت اختراع. يعني انا عن نفسي مره كنت في رايد وعجله زميل ليا ضربت، والخابور ده انقذنا بصراحه. فديت كانت بعض العدد اللي انا دايما بحافظ ان هي تبقى معايا يعني في السكوتر في حاله الطوارئ، في حاله برضو ان انا يعني ابقى دايما مأمن نفسي. وانت كمان برضو لازم تأمن نفسك، وعلى الاقل تشيل معاك عده حتى لو صغيره في السكوتر بتاعك. ارجو تكونوا استفدتوا.